فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. معشر المسلمين، كما سمعتم أنهم ينقضون مواثيقهم، وقد ذكر الله عز وجل نقضهم المواثيق في القرآن في مواضع كثيرة، لهذا لا تستغرب أن تراهم ينقضون مواثيقهم، فتلك صفة ثابتة لهم. ومن المواثيق التي أخذوها على أنفسهم في هذا العصر تلك الحكومات الكبرى الذين جعلوا من المواثيق الدولية رعاية حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق الإنسان. هذا ميثاق جعلوا له في كل دولة من دول العالم من يقوم بهذا الأمر. منظمة حقوق الإنسان في كل الدول لا تخلو فيها دولة، بل في الدولة الواحدة تجد فروعها وممثليها في جميع المدن. فهل ما نراه ونسمعه في غزة من الحفاظ على حقوق الإنسان؟ أي إنسان هذا؟ من يعنون بالإنسان؟ إنهم لا يعتبرون المسلمين أناسا يستحقون الحفاظ على حقوقهم، بل قد قال أحد حكام إسرائيل في بداية هذه الحرب: نحن لا نتعامل مع بشر. هكذا يصرحون. لهذا ضاعت حقوق الإنسان المسلم. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. فهدم البيوت على أهلها، وسحق تلك المناطق بكلها، وإراقة دماء الرجال والنساء والأطفال والشيوخ دون مبالاة بهم، يعلمون أنهم لن يستطيع أحد أن يحاسبهم، لأنهم هم الذين قرروا تلك المواثيق، وهم الذين قرروا تلك القوانين، فينقضونها متى ما شاءوا. فلو كان الاعتداء بعشر معشار هذا على اليهود أو النصارى لقامت الدنيا وما قعدت، ولكن يوم أن كان الاعتداء على المسلمين ضاع هذا الميثاق ونقضوه كما نقضوا مواثيق الأنبياء ولم يلتفتوا إليهم، فيؤخذ منهم الميثاق على اتباع نبيهم فيعتدون عليه فيقتلونه وهو رسول أو نبي مبعوث من الله جل وعلا. لهذا الذي يظن أنهم يحافظون على حقوق الإنسان المسلم فهذا مسكين ما قد عرفهم. فيا من كنتم مغترين بأنظمة اليهود والنصارى، آن الأوان لكم أن تعيدوا النظر وأن تعلموا أن الإسلام هو الذي يحافظ على حقوق الإنسان وهو الذي يرعاها. المقصود معشر المسلمين أن هذه الإبادة لإخواننا في غزة دليل واضح على أنهم ينقضون العهود التي يبرمونها متى ما شاءوا ويدعونها متى ما شاءوا. أما آن لنا معشر المسلمين أن نعقل وأن نحترم ديننا وأن نعلم ما هو الذي يكنه اليهود والنصارى للمسلمين. وقد شاع في أمثلة الناس لا سيما في اليمن ما يهودي نصح مسلما، فهذا هو الواقع. فيا من يطبلون وراء قوانين اليهود والنصارى هذا حالهم بين بين أيديكم، فنسأل الله جل وعلا أن ينتقم لعباده المؤمنين.